السلام عليكم، اهلا بكل متابعين القناه. والله يا ولاد انا مش عارفه اودي وشي منكم فين بصراحه. عارفه ان انا آم، وعدتكم بقى ان احنا هنلتزم في التصوير وهنزل بقى. كنا عاملين بروجرام مع بعض وليست وبتاع. بس أنا بصراحه اللي اخرني كان معايا بس اوردرات، فعلشان كده ما كانش عندي وقت، ولسه للاسف يعني الاوردر لسه مخلصش. لانه لازم يتسلم قبل العيد، فانا شغاله عليه وخلاص، يعني هانت ان شاء الله. وهحاول بقدر الامكان ان انا مش هقطع في الفيديوهات تاني. يبقى كده عرفنا سبب التاخير، ان انا كان معايا اوردر. تمام. تمام، دعواتكم بقى. عايزه دعم على الانستا وعايزه دعم على الفيسبوك عشان انا زعلانه منكم. البيج بتاعت الفيس والانستجرام دي بيج الشغل بتاعتي، مش شرط ان انتوا هتشتروا يعني، بس دعم بقى، وعايزاكم تروحوا هناك تفجروا اللايكات بقى والفولو. مش عايزه اقول لكم تعملوا ايه، انتوا عارفين بقى تعملوا ايه يعني. طلبت اوردر خيوط تحفه، كلمه رائع، كلمه ناعم. طبعا احنا عارفين المهير وجماله، بس انا بصراحه ما شفتش في حلاوه الخيط اللي قدامي دلوقتي. طلبته لان انا عايزه اعمل كوليكشن فساتين خاص بيا، تصاميم ان شاء الله مميزه. وهنزلها على البيج ان هي تكون متاحه فوري، لان جالي اوردرات كتير على الفستان اللي انا نزلته. طبعا للاسف ما كانش عندي وقت، والناس كلها كانت عايزه الفساتين دي لبنوتتها عشان العيد وغيره. فقلت هنزل ان شاء الله كوليكشن يكون جاهز فوري، وهنزله قبل العيد مثلا بكام شهر، علشان خاطر لو حد عجبه اطلب بقى خيط وانفذ له يكون معايا وقت. بصوا بقى شكل الخيط ده مهير، نعومه ما اقولكوش، نعومه ما اقولكوش. بصوا جميل جدا، يعني انا حابه بشكل، متحمسه جدا ان انا اخلص الاوردرات علشان اشتغل الفساتين. عايزه اقولك ان انا لسه كمان ما فكرتش في تصاميم، يعني انا لسه عماله بقى افكر. بصوا بقى الجمال، بصوا الحلاوه. انا مش عارفه هو باين ولا لا. الكاميرا برضو شايفين الروعه اللي باينه لكم في الكاميرا هي ظلمه، على الحقيقه عايزه الشمس دي بس ما تكونش باينه قوي. بصوا شايفين هو جميل قد ايه. الفرقعه بتاعه الالوان اللي في الكاميرا هي مش قوي، يعني الكاميرا مطلعه الالوان مطرقعه، اللي هو اللون البينك والازرق ده، هو على الواقع هادي كده ورقيق وجميل. تمام. طلبت من الرصاصي ده، وهوريكم اللونين التانيين. عارفين بقى الخيط الاوف وايت ده، كانكم ماسكين قطه، والله مش ببالغ. الخيط النعومه بتاعته في حته تانية، ما شاء الله، يعني جميل جدا. بصوا الخيط بيرمي يا بنات، يعني لا احنا الفتله دي هنشتغل بابره 4 أو 5، ما شاء الله يعني. وهوريكم هو بخيط السيرما. انا حاولت ان انا انسق، يعني اجيب جزء ساده وجزء فيه خيط سيرما. هوريكم دلوقتي الدرجه التانية. بصوا بقى اللون ده اللي هو فيه سيرما، وعلى الواقع احلى كتير، واللمعه بتاعته باينه. اوريكم بقى اللون التاني، ودول برضو الدرجتين بسيرما وساده، بس الساده جايه رفيعه قوي فهنشتغلها على فتلتين. وبرضو السيرما نفس الدرجه بتاعه الالوان. تمام. طيب انا كان عندي العلبه دي، تمام، هي دلوقتي خلصت. علبه اعشاب، ان شاء الله هعمل كفر ليها بالكروشيه، وهيكون شكلها حلو كده وكيوت، وهصوره معاكم اكيد يعني. العلبه دي بعد ما هتخلص هحط فيها ايه بقى؟ هاخد منكم افكار ومني افكار، وهكتبها في ورقه، واقطع الورق ده صغير وهحطه في العلبه، وكل مره هسحب معاكم ورقه وهننفذ البروجكت او المشروع اللي طلع معايا في الورقه. تمام. اللي عندها مثلا بقى بواقي خيط، عايزه فكره ليه، تكتب الفكره اللي هي عايزاها.
يعني البروجكت اللي نفكر فيها مع بعض تكون صغيره، يعني ما تكونش حاجه كبيره، فاهمين؟ البروجكت ما يكونش بياخد وقت علشان خاطر نلحق نعمل كل الافكار اللي هتتكتب في الكومنتات. فانا دلوقتي عايزاكي تنزلي تحت دلوقتي وانا بكلمكم، انزلوا اكتبوا بقى في الكومنتات، كل واحد يكتب فكره او فكرتين، وانا هاخدهم وهجهز الورق من دلوقتي، وان شاء الله الاقي وقت واصور لكم الكفر بتاع العلبه دي بسرعه، ومش هتاخر عليكم ان شاء الله. ما ننساش اخواتنا يعني في دعائنا. واخيرا هقول لكم رمضان كريم وينعاد علينا بالخير دايما يا رب. وبس اشوفكم بخير بقى في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.